السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب جريد 5، معاكم مستر أحمد إبراهيم، والنهاردة هنبدأ في يونت 2 كونسبت 1 ليسون 1 بعنوان ماتر. ولو أنت محتاج أي حاجة في يونت 1 فيونت 1 بالكامل الثلاثة كونسبت اللي فيه كونسبت 1 و 2 و 3 موجودين دلوقتي على القناة، تقدر تتفرج عليهم. ويلا بينا نبدأ في يونت 2 في الليسون اللي اسمه ماتر. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو، توصل لأكبر عدد من اللايكات عشان جميع زمايلك يستفادوا زي ما انت تستفاد. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة عندنا هو اسم الدرس وهو اسمه matter. احنا عايزين نعرف يعني ايه matter. الماتر ده هي دلوقتي واحنا قاعدين كده في حوالينا مطر، ده كل الأوضة كلها مطر. طيب ايه هي المطر دي؟ anything. طب ايه anything؟ يعني اي حاجة. مالها اي حاجة كده خلاص. has mass and take up space. ليها كتلة mass وكمان واخدة مكان. يعني مثلا وانا قاعد دلوقتي اقدر اقول على التشير ان هو مطر. طب اقدر اقول على التيبل ان هي مطر. طب اقدر اقول على الدور ان هو مطر. ليه الدور او الباب مطر؟ لان هو ليه ماس كتلة، وكمان واخد مكان من الفراغ، من الهواء او من الجو بتاع الاوضه او من مكان الاوضه، الفراغ بتاع الاوضه هو واخد مكان. يبقى ايه هو تعريف المطر؟ طبعا ان هو تيك اب سبيس. يعني ايه؟ يعني عنده فوليوم حجم. طيب يبقى it anything that has mass and take up space. يعني ايه take up space؟ has a volume. يبقى هو anything has mass وفوليوم يعني take up space اللي هو ايه؟ الفوليوم. طيب هل المطر دول كلهم زي بعض؟ يعني مثلا انا دلوقتي اقدر اقول على الووتر دي مطر، لان هي ليها ماس وليها فوليوم. طيب هل اقدر اقول على البوك مطر؟ طب هل الووتر زي البوك؟ لا. يبقى انا عندي حاجة اسمها states of matter. يعني ايه؟ يعني حالات المطر. ماشي، هنا دي مش ووتر، هنا المفروض ايه؟ مطر. ماشي، بعد كده هناخد الستيت اوف ووتر. طيب دلوقتي اول حاجة ايه هي؟ جاز ستيت، اللي هي في صورة الغاز. طيب وتاني حاجة solid state، اللي هو السوليد، اللي هو الحاجات الصلبة، وهناخد دلوقتي زي ايه. وتالت حاجة liquid state، اللي هي الحاجات الايه السائلة. طيب جاز ستيت وسوليد ستيت وليكويد ستيت، يبقى انا عندي ثلاث حاجات. تعال نبدأ بأول حاجة فيهم وهي جاز ستيت. طيب جاز ستيت زي ايه؟ زي الاير والووتر فيبر اللي هو الستم واللي هو بخار الميه، والكربون دي اوكسيد والاكسجين. يبقى انا عندي ايه هي الحاجات اللي جاز ستيت؟ الاير والووتر فيبر والكربون دي اوكسيد والاكسجين. ايه ده؟ طب هي الحاجات دي بينطبق عليها اللي احنا قلناه. تعال نشوف اهو. ادي صورة. هل الاير اللي جوه البالونة دي هل هو عنده ماس؟ وهل هو عنده فوليوم؟ تمام. مش هو واخد مكان اهو من السبيس. هل البخار اللي طالع ده او الدخان اللي طالع ده هل ده عنده ماس؟ وهل عنده فوليوم؟ طب وده؟ وده؟ اه طيب وده اهو الاير ده واخد ماس واخد فوليوم. طيب طب انا دلوقتي عرفنا الجاز ستيت. طب انت قلت لنا يا مستر ان في ثلاثة. طب ايه تاني حاجة؟ تاني حاجة وهي كانت السوليد ستيت. طيب زي ايه السوليد ستيت يا مستر؟ زي الايس، زي الجول، زي الوود، زي الستون. طيب ما تيجي نشوف كده مثال اهو. هل الجولد دي بينطبق عليها اللي احنا قلناه التعريف؟ هل ليها ماس؟ ليها ماس. لو جينا كده حطيناها على ميزان هنلاقيها ليها ماس. طيب وهل ليها فوليوم؟ ليها فوليوم، واخده اهو حاجه من السبيس، مكان من السبيس. طيب الايس ده هل هو ليه ماس؟ ليه ماس. طب وهل هو كمان ليه
فوليوم؟ كمان ليه فوليوم. طيب والوود هل هي ليها ماس؟ أيوه ليها ماس. وهل ليها فوليوم؟ أيوه ليها فوليوم. طيب والبن ده هل هو ليه ماس؟ ليه ماس. وهل ليه فوليوم؟ ليه فوليوم. طيب والكار هل هي ليها ماس؟ ليها ماس. وليها فوليوم؟ أيوه ليها فوليوم. طيب والموبايل هل ليه ماس؟ وليه فوليوم؟ يبقى إيه؟ كل الحاجات دي مطر. وأنهي نوع في المطر فيهم؟ سوليد. هنعرف برضو دلوقتي الفرق ما بين كل حاجة فيهم. طيب إيه النوع التالت يا مستر؟ النوع التالت معانا كان liquid state. طيب زي إيه يا مستر؟ زي الأويل والووتر والميل والفينجر. طيب ما تيجي نشوف كده مثال أهو. هل الأويل ده مش الإزازة البلاستيك، لا اللي جوه بقى الإزازة اللي هو الأويل الزيت ذات نفسه، هل هو ليه ماس وليه مطر؟ ليه ماس وليه أو ليه ماس قصدي وليه فوليوم؟ ليه فوليوم. حتى الأزايز دي ساعات بيبقى مكتوب عليها إن هي مثلا نص لتر لتر كده، يعني معنى كده إن ده إيه؟ حجم، فوليوم. طيب والووتر دي اللي جوه الإزازة أو اللي جوه قصدي الكوباية، هل ليها ماس؟ ليها ماس وليها فوليوم. والبلد والملك. طب يعني كده معنى كده إن كل حاجة من دول ليها ماس وليها فوليوم، فهي دي مطر. طب وأني نوع من أنواع أو أني ستيت من الستيت بتاعت المطر؟ هي دي الليكويد. طيب تعالى نجمع التلات أنواع مع بعض قدام بعضنا كده ونشوف ايه الفرق كمان ما بينهم. ماشي. تعالى، فاكر ايه هو تعريف المطر؟ it is anything that has a matter أو has a mass and takes up space. يعني إيه take up space؟ يعني has a volume. طيب يبقى هو anything that has mass and take up space اللي هو has a volume. طيب الستيت بتاعة الووت أو الستيت بتاعة المطر مش الووتر أقصد، إيه هما؟ تلاتة. أول حاجة قلنا الجاز ستيت زي الإير والووتر وفيبر، إحنا كده بنراجع طبعا إيه اللي فات، والستيم والكربون ديوكسيد والأكسجين، وخدنا الصورة دي ليها. طيب وايه النوع التاني؟ السوليد ستيت زي ايه؟ زي الايس والجولد والوود والستون، وادي اهي صور الحاجه. طيب وايه النوع التالت؟ الليكويد ستيت زي الاويل والووتر والميلك والفنجار، وايه المثال بتاعها والصور اللي احنا اخدناها. طيب عايزين نقول على كل حاجه في دول كام كومنت كده، وعايزك انت تفكر في حاجه يعني موجوده هنا وهنا وهنا نتكلم عنها. تعالى الأول قبل ما أنت تفكر أقول لك على كام حاجة مختلفة. هل دلوقتي السوليد ستيت بقدر إن أنا أشكل الحجم بتاعها أو أشكل أغير في شكلها؟ يعني مثلا لو أنا جبت حبة مية وحطيتهم في إزازة دي مثلا هياخدوا شكل الإزازة. طب لو حطيتهم في الكوباية دي هياخدوا شكل الكوباية. طب لو حطيتهم في العلبة بتاعت الملك دي هياخدوا شكلها. طيب لو كبيتهم على الأرض هياخدوا شكل تاني مختلف. يبقى أنا بقدر أغير في الشكل بتاعها، في الفوليوم بتاعها. طيب هل ال السوليد ستيت أنا بقدر أعمل فيه كده؟ يعني هل أنا بقدر أجيب الكار دي وكل شوية ألاقيها في شكل مختلف، أو واخدة فوليوم مختلف، أو هل الوود دي كده؟ لأ. يبقى معنى كده كل حاجة من دول ليها إيه؟ ليها صفات وليها خصائص مختلفة عن التانية. طيب في حاجة موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا وموجودة برضو في الصورة هنا وموجودة في الصورة هنا وموجودة في الصورة هنا. إيه هي؟ وهي الووتر. الووتر هنا أهي وأهي وأهي. طب ده معناه إيه؟ بص هنا ووتر فيبر أهي، مية أهي بتغلي وطالع ووتر فيبر بخار مية ستيم. طب وهنا ايس ووتر بس متجمدة. طب وهنا ووتر اهي عادية موجودة اهي في كوباية. طب ده معناه ايه؟ تعال نشوف. معناه ان احنا عندنا حالات برضو من الووتر states of water. في solid state للووتر، وفي liquid state للووتر، وفي gas state للووتر.
إيه هي الsolid state؟ إيه هي الحالة اللي بيكون فيها الwater أقول عليها solid لمّا بتكون ice تلج أهو، زي الشكل ده كده. طيب وإيه الحالة اللي أنا باقدر أقول على الwater إن هي liquid؟ اللي هي إيه، حالة الwater العادية اللي هي flowing out of the tap أهي بُص المَيّة كده وهي نازلة من التاب عادي أهي liquid تمام. طب وإمتى أقول عليها جاز؟ stem لمّا اللي تبقى في صورة إيه، stem اللي هو بخار مَيّة اللي هو water vapor come out from the boiling water أهو خارجة أهي من الغليان بتاع المَيّة اللي هو الboiling water تمام. طيب عندنا كام ملحوظة كده عايزين نقولهم مع بعضينا. أول حاجة إن الwater بتبقى موجودة في 3 state فعلًا أهو solid state liquid state وgas state الice أهي والwater العادية والstem أو الwater vapor. طب وتاني حاجة إن الwater ممكن تتغيّر من حالة لحالة، يعني إيه؟ يعني هنا كده في الصورة دي هي كانت إيه، كانت liquid state وبقت إيه، بقت gas state صح؟ وممكن كانت تبقى ice وبعد كده الice لمّا الheat تزيد يحصل لها increase فإيه اللي يحصل، يتحوّل liquid state وبعد كده الliquid state لمّا نعمل لها boiling تتحوّل لgas state يبقى الwater اتحوّلت من ice لwater لstem أو water vapor يبقى water can be changed from one state to another state. طيب كمان each state of matter has its own properties أكيد كل حالة من الحالات بتاعة المطر سواء المطر بشكل عام أو حتى في الووتر ليها خصائص مختلفة، يعني الأيس هنا بيكون إيه cold وبيكون إيه شكله كده ثابت، إنما الووتر هنا بتاخد أشكال مختلفة، يعني لو حطيتها في كوباية هتاخد شكلها، لو حطيتها في إزازة هتاخد شكل الإزازة وهكذا. طب الجاز هنا بيكون إيه شكله ليه خصائص تانية مختلفة خالص، تمام. تعالوا نشوف الواجب اللي على الدرس ده لأن كده الدرس ده معانا خلاص فتعالوا نشوف الأسئلة اللي عليه. وأول سؤال معانا وهو في ورك شيت 1 طبعا scientific term عندنا سؤالين واللي choose correct answer عندنا اهو سؤالين هنا اهو وبعد كده سؤالين تانيين بعد كده سؤال what happened وبكده يبقى خلاص الواجب هانتظركم الحصة اللي جاية وإحنا بنحل الواجب مع بعض. كان معاكم مستر أحمد إبراهيم. لو محتاجين أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أشوفكم الحصة الجاية وإحنا بنحل الواجب مع بعض. سلام.